مساء الخير، أهلا بكم. انتخابات الرئاسة جاءت لرفض كل ما هو قديم والتغيير والتطلع إلى الأفضل، حتى إن نسبة كبيرة من الذين صوتوا لمرسي جاء لرفض فكرة الرجوع إلى الماضي ممثل في شفيق من وجهة نظرهم. وفي الرياضة كل ما هو قديم يخرج علينا ويجمل صورته طمعا وأملا في أن يركب الموجة مرة أخرى ويسيطر على الرياضة وما فيها حتى ينتجوا لنا مذبحة أخرى. بالأسماء، كابتن عزمي مجاهد خرج علينا في مقولة هي الأسوأ على مدار التاريخ، وهو المتحدث الإعلامي لاتحاد الكرة قبل مباراة أفريقيا الوسطى. قال إن منتخب إيه اللي بتتكلموا عليه؟ إحنا مركزين قوي، مش مركزين مع المنتخب، إحنا مركزين مع شفيق، إحنا عاملين شغل جامد. والنتيجة أن تلقى المنتخب هزيمة تاريخية أمام أفريقيا الوسطى بثلاثية، كما هي هزيمة الفريق الشفيق. واثنين من الإعلاميين الأخوة والزملاء لهم مني كل الاحترام على المستوى الشخصي، لكن على المستوى المهني الغندور وشوبير أشبعونا تقطيع وتلقيح على بعض في البرامج ومؤامرات بحجة انفرادات بقدرة قادر. وبمناسبة فوز مرسي النوايا صفيت وأصبحوا معا في برنامج واحد ينادون بمصالحة في الإعلام الرياضي، واشترك معهم آخرون طبعا بالطبع على التليفون لزوم المصالحة وحلاوة الرجوع. طبعا حلاوة فوز مرسي طبعا